السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في مطبخ حورية العجرود. النهاردة يا حبايبي هنعمل مع بعض سندوتشات جمبري زي اللي في المطاعم، في العربيات اللي احنا بنشوفها وبنبقى بنتشاهى عليها وعلى ريحتها. أنا جبت 2 كيلو ونص جمبري، قشرته وصفى معايا كيلو وربع جمبري متقشر. هنا معايا الملح، هنا فلفل اسود، هنا مرقة، هنا كمون، معايا ليمونة كبيرة، معايا معلقة ونص كركم، معايا معلقتين خل. الجمبري طبعا بنقشره بنغسله كويس وبننقعه في مية وحبة دقيق وارجع اعصره بليمون وشطفته خالص ما يبقاش فيه اي زفارة. يلا بينا نحط المقادير بتاعتنا على بعضها مع بعض. يلا هنبدأ مع بعض. هنا معانا الكمون هنحطه في البولة بتاعتنا. هنا الفلفل الأسود، هنا المرقة، هنا هحط الملح، هنا معايا معلقتين الخل وعصرة الليمون. هنا بقى هقلب ايه التتبيله بتاعتي كده، ريحتها جميله كمان كلها مع بعضها ما شاء الله. كل ده كمان هيتقلب مع الجمبري، يعني كمان المرقه هتدوب خالص. كده بقى هنزل عليه الايه الجمبري المغسول اهو. طبعا مش هنسيبه لا ربع ساعة ولا حاجة، احنا بمجرد ما ننزله في التتبيلة هو بيشرب التتبيلة كلها، يعني لا هنسيبه لا ساعة ولا ربع ساعة. هاخده بقى تقليبة من تحت لفوق كده. الريحة جميلة جميلة بجد. المرقاية كمان عاملة ايه ميكس مع البهارات، عطي ريحة حلوة قوي في الجمبري. جيب من تحت لفوق كله يتشرب التتبيلة اهو. هنا انا تبلت الجمبري وهركنه هنا على جنب. هاخد بقى انا الكركم بتاعي، هنا معلقتين صغيرين كركم على الدقيق، وهنا معلقه صغيره خالص ملح. هعطر الدقيق بتاعي بالكركم والملح اللي هقلب فيه الجمبري، واخده تقليبه كده بالراحه اهو اهو. هقلبه تقليبه كده اهو، عشان ده هقلب فيه الجمبري وانزل منه على الزيت السخن. هنا بقى جبت مصفى معايا وتحتها الصينيه، هنزل شويه جمبري كده من التتبيله اهو، وابدرهم احط عليهم معلقتين دقيق. هنا حطيت الدقيق على الجمبري وهزه كده وابدره كده في بعضه اهو، يتبدر معايا اهو.
وارجع احط له برده تاني معلقتين دقيق يتغلف اهو كده اهو. وارجع انزله بقى في الطاسه. دلوقتي انا سخنت الزيت بتاعي، حطيت معلقه كبيره من ديت زبده كبيره وحطيت عليها الزيت يديله برضو نكهه وطعم احلى. وفرفرت انا الجمبري اهوت في الدقيق، هرصه كده بالراحه اهو. طبعا الريحه مش عايزه اقول لكم اهو. ايدي كده تقلب فيه عشان يبقى مفرفط كده ايه من بعضه اهو. يا دوب يا دوب ياخد لون من بره واروح شايلاه. عارفين الجمبري الوسط بيستوي ايه بسرعه. ايدي كده فيه اهو. شوفوا الريحه تحفه. طبعا اللي احنا بنعمله غير اللي بيتعمل بره خالص. طلعته اهو يا حبايبي قدامكم ما شاء الله. شوفوا الخربطه بتاعته بس من جوه جوسي طريه من جوه ومقرمشه من بره. طبعا هحط الطاسه التانيه اهو قدامكم. هو ساعه ما بيتحط على طول بيفرفر من بعض. الريحه قلبه المطبخ. ما كلفناش حاجه يعني، احنا بنجيبه من بره دلوقتي. طبعا السندوتش غلا جدا بقى ب20 جنيه. لا اهو مش هيكلفنا اي حاجه. علي بس النار واقلب كده بالراحه اهو. دي يا حبايبي اخر طاسه هحطها اهو قدامكم. وبعدين نعمل بقى السندوتشات مع بعض. انا بدات اعمل السندوتشات. هنا عملت سلطه الطحينه، اظن انا عملتها معاكم كتير في فيديوهات كتير. وكمان مصنعه الطحينه دي انا عاملاها بيتي في قلب البيت. عندكم فيديوهات كتير للطحينه. فانا باخد معلقه طحينه وبعمل في السندوتش كده اهو كده. واملى السندوتش جمبري. طبعا السندوتش يبقى مليان خالص اهو. انا عندي بقدونس وعندي كزبره وعندي خس. هاخد بس عود ايه بقدونس صغير كده احطه كده على الوش في جنب كده. وطرنشايه ليمون اهو. ادي السندوتش بتاع الجمبري. انا عامله 2 هنا قبل كده وده التالت اهو. وهشتغل بقى في بقيه السندوتشات. ده اكله خفيفه جميله والله اعملوها. الجمبري رخيص الايام دي مش غالي قوي. انا جايبه ال2.5 ب100 جنيه. ال2.5 جايباهم ب100 جنيه اهو. ده سندوتش بتاع جمبري السندوتشات. لكن الجمبري الكبير ب180 و200. انا كنت عامله منه شوربه قبل كده كان تحفه. هاخد بقى ايه معلقه سلطه كده طحينه على الوش كده اهو. ده برضو من غير خضره من غير خس ولا بقدونس. للي عايز من هنا ومن هنا. واللي عايز ليمون انا مقطعه الليمون هيحط ايه ليمون بقى لنفسه كده اهو. انا بس بتخر عشان احط الطحينه الاول جنب التوصيه. شوفوا اهم حاجه تملوا السندوتش عشان يبقى طعمه تحفه كده. هاخد معلقه طحينه اصب على وشه كده برضو على الطحينه على الجمبري اهو. وارصه هنا. هنا بقى الليمونه اهو يا حبايبي. هاجي بقى جنب الايه الطبق وارص لهم انا الليمونه اهو. اللي عايز يعصر اهو. انا كده خلصت. ده غدانا النهارده. دي سندوتشات قدامكم. انا مقطعه هنا خس كزبره وبقدونس. هنا سلطه طحينه كمان زياده. وعملت كمان شوربه جمبري كمان من شويه
فتحفة تحفة. وحط عليها نص معلقة صغيرة كركم، مشوحاه مع الجمبري الأول والثوم. فالأكل غدا خفيف جميل بسيط وطعمه تحفة. أنا دقت الجمبري والشوربة، جربوها وشوفوها في الفيديو، وانا عامله معاكم الفيديوهات دي كتير، بس الاول مره بعمل لكم السندوتشات. ما تنسوش الاشتراك واللايك والشير، تعليقاتكم الحلوه يا احلى متابعين ليا. واشكركم وبشكر اخواتي اللي في السعوديه واللي في الكويت وفي الدول العربيه. بشكركم من هنا كمان في مصر وفي المنصوره. ربنا يخليكم ليا، والشرقيه اهم حاجه بالبيس حبايب قلبي. بشكركم كلكم كلكم، ودمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.